حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء 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 من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس مرض يبرأ بلا بد وفاز بالقرن محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي الحلال محتاج ذو الأسلام للشفاء هذا وإني يوم سوء أوجاع مبتقيا العون المجيب إلهي وأزكيه إليه ما من الضرر قد مسني حتى راني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي إيمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الرسالة وكفنا الكسل في الأوقات يا من يا لطيف يا مهافي يا من له الأمر الورى يا سافي يا بر يا لطيف يا مهافي يا من له الأمر الورى يا سافي أنزل سواك مكان داي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان سري وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لدوف يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجوارح أفداهم لأخبر الخبائر فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم وهب الذي لا ينفعون يا الله يا مخلص
وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلا فنكفى درا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين ساجدين واجعل جميع ساجدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديا واغرنا بحبهم لوجهك واغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازداد النسب واجعل لنا هنا وأنا ساخطة تفضلا فنوسا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعبد بلا سقاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعبد بلا سقاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما تعبد بلا سقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يميل للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسرين ومؤمنين مخلصين سالمين واغفر لنا وعافنا بالعافية تكون في الدارين خير عافية واهمي وهد وكفنا عن مسلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمان المبرئ الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلغ المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء ودم عليه بالمساء والصباح واخلصا لنا شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى